السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جاي اقدم نصيحة خفيفة كده، خفيفة لذيذة على قلبكم. الله يبارك لكم. اي حد بيربي في اوضة زي كده بنسبة 90% يخش الأوضة الكمامة. يعني أنا والله لسه مربي في أوضة جديد، يعني أنا كنت بربي في داير يعني، والحمد لله. ليه بقى بقول لكم كده؟ عشان خاطر انا قابلت حد معرفة، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويديله الصحة، جاله تليف على الرئة بسبب ان هو بقاله زيادة عن 15 او 12 سنة بيربي في أوضة كبيرة. كان بيخش ينظف ويعمل، طبعا كلنا بنشوف أول ما الحمام بيبدأ يتحرك في الأوضة في ريش صغير كده اللي هي النواعي بتاع القلش والكلام ده كله، ده طبيعي يعني هتلاقيه موجود. الصغير خالص كده احنا بنتنفسه، ده فعليا اشد من السجاير، اشد من ان انت شغال في مصنع فيه تراب. يعني الاخ اللي بقول لكم عليه دوت لا بيشرب سجاير ولا بيطير ريحته ولا بيقعد في مكان في حد بيشرب سجاير، مش شغال في مكان فيه تراب وكده، شغال في مكتب راجل موظف. لما قابلته لقيته لوحدي كده، ازيك عامل ايه مش عارف ايه، انت نزلت العيش؟ قلت له لا والله دي موجوده بس لسه بربي في اوضه. قال لي طب والله يبارك لك، ما تخشش الاوضه غير بكمامه. ربنا يحافظ علينا وعليكم، ويا رب يا رب يعني تسمعوا الكلام. مش بقول لكم كده، لا انا والله قلبي وجعني على الراجل وزعلت عليه، يعني زعلت عليه جدا كمان لانه راجل محترم. عنده تلاف في الرئه من الحمام ممكن يموتك. الناس عماله تهزر وتقول لا دي حاجات، الراجل عامل تحاليل واشاعات وعامل حاجات كتير جدا، ومتاكد بنسبه مليون في الميه ان السبب الرئيسي موضوع صدره. كل حاجه بتاعت ربنا طبعا، بس موضوع الرئه بنسبه مليون في الميه من الحمام. الله يبارك لكم، البسوا كمامه والله ما هتخسروا حاجه. الكمامه ب 2 جنيه، جيب 5 كمامات ب 10 جنيه وغير فيهم طول الشهر، اقعد فيهم شهرين 3. هي حاجه بس تبقى يعني ايه، تخف عليك شويه. انا اللي مخليني مش لابس كمامه ان انا لسه رشش ميه ومنضف، فمش هتلاقي غبار ولا كده. تمام، وربنا يعافينا ويعافيكم، ويا رب تستفادوا مننا. ولو استفدت مني بحاجه اتفرج على الفيديوهات التانيه، ولسه في فيديوهات نازله كتير.